السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. احلى ناس واحلى عيلة، بحبكم بجد. بصوا، انا النهاردة جبت سمك بربوني. طبعا مش هكذب عليكم واقول لكم انا اللي منضفاه، لا انا منضفاه بره. وطبعا انا ما بحبش انضف السمك بره، بس كنت مستعجله لان كان ورايا ترويق البيت وكده. الفيديو اللي قبل ده كان نازل لكم كورتين. ده بربوني كنت حاطه فيه ميه وملح، وهتشوفوا دلوقتي من الميه ومن الملح. زي ما انتوا شايفين كده. هتشوفوا كمان شطفه واقوم مصفياه، واقوم راكنه البربوني على جنب. هغسل ايدي. شايفين انا بوريهولكوا عشان هو طازه. البربوني ده يا جماعه نفس فصيله الجمبري، يعني نفس التعامل، ما بتنشفش قوي. ما ب... يعني في التتبيله ما بقعدش كتير، بس انا قعدته ساعتين بصراحه، لان انا كان ورايا روتين البيت. وعملته بعد يعني حطيته في التتبيله وقعدته ساعتين في التتبيله. بصوا انا جبت الرز غسلته. بصوا انا كده ببص التصوير شغال ولا لا. نفسي اعرف الحنفيه اتفتحت ازاي. بصوا انا كنت ناسيه ان انا عايزه ميه الرز في السمك، بس افتكرت. زي ما انتوا شايفين كده. هغسل الرز بقى غسيل حلو، عشان ميه الرز بتشيل اي زفاره من فراخ من سمك من اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده. كده انا غسلت الرز بقى. هحط عليه ليمون، وهسيبه بقى عقبال ما اطبخ الرز. انا كده غسلت الرز وسايبه الحله على البوتاجاز. انا غسلت ايدي بس برضو انتوا ما شفتوهاش. حطيت الزيت في الحله. هحط الشعريه. طبعا انا قدحت الزيت جامد. وهقلب الشعريه زي اي واحده بتعمل رز عادي. على فكره احنا نادر اما ناكل رز بشعريه، مش على طول. بس كان الجو تقريبا ساقعة، وانا عارفة ان الرز بشعرية يعني الاكل برضو بيدفي. فقلت اما اعمل شوية رز بشعرية. انا عارفة ان انت هتقولي شوية رز قليلين، بس انتوا عارفين ان احنا يعني قليلين في البيت وكده. يا رب يكون واضح. هقلب بقى الشعرية. بصوا يا بنات، انا عايزة اتكلم معاكم كلمتين. انتوا طبعا عارفين طبخ الرز، وهحط الرز وهحط الملح وكده. نفسي اقول لخالد بجد بجد بشكرك من قلبي. ربنا يديك الصحة ويشفيك ويعافيك ويحبب فيك خلقه. وترجع يا رب صحتك زي الاول، مشافي معافي يا رب. وما فيكش اي حاجة يا رب يا خالد، لان انت محترم وتستاهل كل خير. والاحترام، كل الاحترام والتقدير لك يا خالد. وما تزعلش مننا خالص. ربنا يبارك لك. انت بني ادم بجد، وكفايه احترامك معانا وذوقك. انا لازم كنت اقول الكلام ده، لان هو فعلا خالد يستحق. ومهما اتكلم على خالد، انا مش هوفي خالد حقه بما يرضي الله. فبجد بجد شكرا من قلبي ليك يا خالد. شكرا من قلبي ليك يا سماسيمو. بجد انت سنداني، ولازم اعرف الناس اللي انت سنداني. انت بتقولي لي كل حاجة. الحاجة الصح بتعرفها لي، الحاجة الغلط بتقولي لي ده غلط يا جنى. انا بحبك جدا. انت بجد اختي. وربنا يبارك لك يا رب ويشفيك يا خالد. يا رب الله يا رب يشفيك ويعافيك، وما نشوف في جسمك المرض واديك الصحة. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا يا جماعة، ده بقى البربوني. انا غسلته كويس قوي وصفيته. على فكرة هو البربوني مش عايز غسيل كتير، بس انا عندي في الاكل او اي حاجة شكاكة شوية. ده بص، ده توم اللي انا مفرزاه. انا اسفة، ده توم اللي انا مفرزاه. بصوا ده فلفل كمون وكزبرة وشطة. انا ما بحطش في السمك فلفل اسود. السمك الصيادية والسمك الصيادية والشوربة هما اللي بتحط فيهم فلفل اسود بس، لكن اي حاجة تانية لا خالص.
انا مش عارفه، دي طريقتي. عامه احنا البورسعيديه كلنا كده، مش البورسعيديه بس، اي حد طريقتهم في السمك كده. الكزبره بتبقى حلوه في السمك خالص، والكمون، والشطه شويه صغيرين نطره بس، تطعم بس السمك. وبص انا هقلبها بايديا، وهقوم حطها في البربوني. انا قعدت البربوني ده بما يرضي الله ساعتين بالظبط. هو المفروض نص ساعة، 10 دقايق. البربوني لحمه ناعم وبياخد التتبيلة على طول. بس انا عشان بقولكوا كان ورايا روتين وما كنتش فاضية لأي حاجة. ده انا كده عملت قبل الروتين، عملت المواعين اللي كانت في الحوض، وعملت المواعين. بص انا كده تومته ركنته خلاص. رحت باين غسلت، لا لسه هغسل ايديا. كده انا سبته خلاص. بصوا جبت دقيق، الدقيق ده انا حاطه فيه شويه كزبره وشويه كمون بس. وبقوم مدققاه ومشبكاهم في بعض، لازقاهم في بعض. شايفين انا بلزقهم ازاي؟ لازم يتلزقوا كده في بعض، حتى منظر البربوني بيبقى حلو، وبيبقى احسن. انا السردينه، البربوني، الزلغانه، اي حاجه لازم بعملها كده. شايفين؟ هشبكه بقى كله وهقليه طبعا، وهرجع اوريهولكم. بصوا يا حبايبي ده منظره. شايفين؟ هو بيبقى طعمه زي الجمبري بالظبط. شايفين؟ عملت اهو الرز اهو، وشويه مخلل. ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. مع السلامه.